السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي، عساكم طيبين وبخير إن شاء الله. اليوم هنعمل معاكم فاصوليا البيضة، هذا اللي تجيك مجففة. هنعملها في أول مرة أطبخ في القدر القزاز، شايفينه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل عليك يا رسول الله. هذا شو اسمه البصل اللي جمدته معاكم برمضان، الحين صرت أخذ منه لأنه ما عندي بصل، فصرت أطلع منه. شايفين؟ خلاص فك كذا. والثوم نفس الحكاية اللي جمدتها معكم. شايفين؟ خلاص أخليه يتحمس شوية كذا وأرجع لكم. الحين نشوف البصل. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل عليك يا رسول الله. الحين أضيف الدجاج، أنا مقطع الدجاج هنا قطع صغيرة. بسم الله. طبعا أنا سالقة الفاصوليا نص سلقة بالضبط عشان هي تاخذ وقت شوي، أنا سلقتها عشان ما تطول معاكم. الحين أخلي الدجاج كل الموية حقته تنزل. الحين نبدأ يا حبايبي نحط الأشياء الثانية كذا. الموية ما قلت مرة، بس أحسن إنك تضيفي البهارات وهي فيها كذا. أحط المكعب الماجي، أحط شو اسمه الكاري، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيد الأنبياء سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أحط كرم مسالة اللي صلحتها معكم، فاكرينها؟ بهارات الإدام، ملعقة برضو. أحط الكمون، أحط الفلفل الأسود، أحط الكاري، وأحط الكركم. لا تكثري كركم عشان ما يطلع مرة الإدام أصفر زيادة كذا، براس الملعقة حلو. طبعا انا عندي الفاصوليا زي ما قلت لكم، انا سالقتها جهزتها خلاص بالضغط، لانها عشان لا تاخذ معنا وقت. اهم شيء عندي الدجاج هنا يستوي. اخليه شويه يتسبك. الحين نشوف. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد. شايفين؟ الحين اضيف اللهم صل عليك يا رسول الله الكمون، واضيف الكزبره الجافه. اضيف الطماطم، طبعا عندي الطماطم مطبوخه جاهزه، احطها كلها. بسم الله. الحين احط المويه الساخن، عندي مظبوط. هزود شوي ماء. بسم الله. خلاص اغطي عليها واخليها تتسبك، وبعدين اضيف الفاصوليا معاكم ان شاء الله. وهالحين يا حبايبي هنبدأ نحط الفاصوليا. بسم الله الرحمن الرحيم. لأن عندي الدجاج خلاص قرب يستوي، أخليه ياخذ غلوة مع الفاصوليا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله.
اخليه يتسبك كمان مزبوط كذا، ياخذ طعم الدجاج، وبعدين اوريكم ان شاء الله. هذه شوية ثوم وكزبرة جافة. المفروض اني احط كزبرة خضراء احسن من الجافة، بس ما عندي خلصة، فقلت استبدلها بالجافة عادي، ما فيها مشكلة، تدينا الطعم، احطلها مع السمن البلدي. بس كده. بسم الله. خلاص اخليها كده شوية واغرفها معاكم بعد شوي. وهالحين يا حبايبي نغرف معاكم الفاصوليا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد. وهذه يا حبايبي الفاصوليا، ان شاء الله تكون عجبتكم، وعليكم بالصحة والعافية يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي. ولا تنسون دعم القناة وعمل لايك والاشتراك وتفعيل الجرس ليوصلكم كل جديد. فمان الله.